المهرج سامر الحازمي. شفت فيديو قبل ساعة لهذا المهرج بالكوميدي كلاب اي ثينك بالسعودية، قاعد يستهزئ بالمغرب والمغاربة. يا مهرج، انت استغليت بلد كاملة بشعبها عشان تضحك الناس اللي جايت لك. اول شيء بلد المغرب بزاف عليك. ثاني شيء انت تكلمت عن المغرب وعن السياحة الوسخة، فاكيد لانه هذا وسخ، لانه بكل بلد في سياحة وسخة وفي سياحة نظيفة، وانت من الناس الوسخة عشان تفكر بكل شيء وسخ بالمغرب. روح اسأل الناس اللي زارتنا وكان هدفها السياحة النقية ايش بتقول لك عن المغرب، انها بلد الكرم والضيافة و ما راح اتكلم كثير بالموضوع. بختم موضوعي بشيء موجه لبنات بلدي. كلامي مو موجه لكل المغربيات لانه في زين وفي شين. كلامي موجه للشين من البنات. اقول لهم انتوا اللي اعطيتوا الفرصة لهالنوع من الشباب يتكلموا عن المغرب وعن بلدنا بسوء، والله يهديكم ويهدينا ويهدي الجميع يا رب. لأن متى راح نقعد نتكلم على موضوع المغرب؟ على فكرة في نوع من الشباب حياته كلها يتم يتكلم عن المغربيات، آخرته يتزوج مغربية. والله حالتكم صعبة يا شباب. على العموم الفيديو مرة منتشر هنا بالمغرب، وأتمنى إنه هذا المهرج يعتذر للشعب المغربي، حتى لو اعتذاره ما راح يفيدنا. الحين كل من بغى ينجح يجيب طاري المغرب. تعال نستهزئ بالمغرب. ليش؟ الكلمة مرة سهلة على ألسنتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة